أهلًا وسهلًا، مرحبا بكم، شكرًا لكم على المتابعة، شكرًا على الالتحاق بصفحة lecture.tn lire pour grandir. معاكم فارس بن سويلح، وعندي مدة طويلة ما طليتش عليكم على الإنترنت، وشكرًا على تفاعلكم. اليوم الحدث المهم برشا 20 فبراير 2023 عن طريق الإنترنت وعن طريق المنصات بطبيعة الحال نحقق في بعض الأحلام الشخصية، لأني وقت اللي نكتشف كاتب كبير أو كاتبة كبيرة أتمنى إني نقابل الأشخاص هذوما حتى بطريقة افتراضية. وسنحت الفرصة هذه الليلة، ليلة مهمة برشا بالنسبة لي، بالنسبة للناس اللي مغرومين بالأدب المصري، بالأدب العربي، بأدب في مستوى عالي جدا. واليوم أستضيف شخصية مهمة برشا في الأدب المصري. اليوم نستضيف قاضي ومستشار، قاضي مصري بدأ المسيرة في الصحافة عن طريق المقالات، عن طريق العديد من المقالات في الصحافة المصرية والعربية، ولكن المسيرة زادة الحقيقية بدأت في 2010 عن طريق مؤلفات كما زمن الضباع، كما تويا، كما سرقات مشروعة، المرشد، البارمان، وغيرها من الروايات. والرواية التي جلبت انتباهي هي سالة أورفانيلي، و الرواية اللي تحصلت عليها بالطبيعة في نسختها الورقية اللي هي بيت القبطية. اليوم فرحان برشا باسم كل القراء التونسيين اللي مغرومين بالكاتب المصري هذايا اني نستضيف المستشار القاضي الاستاذ اشرف العشماوي. مساء النور وشكرا على قبولك الدعوة. مساء النور، اهلا فارس واهلا بكل الجمهور في تونس. انا سعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده. بارك الله فيك على قبولك الدعوة. أنا الحقيقة قلت نتصل بالأستاذ أشرف العشماوي ونراسله، وما كنتش نتوقع أنك باش تجاوبني، وهذا ليه؟ كله تواضع من سيادتك، بارك الله لا فيك. العفو، لا العفو، ده شرف ليا بالعكس. اكتشفتك عن طريق العديد من الأصدقاء المصريين اللي يتابعوا بشغف الأدب المصري والعربي، كالأستاذ طارق عز اللي نحييه البوك تيوبر، وعمر المعداوي أيضا البوك تيوبر اللي قاعد يشتغلوا في شغل ممتاز جدا لتسويق صحيح. صحيح. الكتاب العربي وخاصة الأدب المصري. أنا فرحان برشا أنه يلتحق بنا وهم الكاتب اصدقاء التونسي. اعزاء كمان يعني. أكيد، والكاتب التونسي سامي المقدم تشوف فيه على الشاشة، قال مرحبًا، مرحبًا. سامي المقدم اهلا روائي سامي، تونسي، طبعا اهلا و وسهلا، مرحبا بيك. وناشر تونسي ممتاز جدًا. زادة نتمنى إنه الروايات التونسية تكون متواجدة في المكتبات المصرية. آه. قبل البداية واكتشاف عالم أشرف العشماوي، أشرف العشماوي، ما هي علاقتك بتونس؟ انا علاقتي بتونس يعني نقدر نوصفها باختصار، هي محبة عن بعد. لان يعني لم يسبق لي زيارة تونس الا مرة واحدة أها، لثلاثة ايام او ليلتين بالتحديد. ورحت تونس الحمامات، ما رحتش اهم، تونس العاصمة غير بضع ساعات، وكانت في مأمورية عمل، وكان هذا الأمر في التسعينيات، نهاية التسعينيات، فمن فترة طويلة أكثر من 20 عاما. فللأسف ما أقدرش أقول حتى أن أنا زرت تونس أو أن أنا عارف عن تونس بصورة يعني واقعية، إنما كلها افتراضية يعني من حبي في الوطن العربي. فأكيد بقرأ عن البلاد المغرب، فطبيعي أن أنا أعرف عنها حاجات كتيرة، لكن أتمنى زيارتها عن قريب ولو في معرض الكتاب. وشنو تعرف على تونس؟ لا، أعرف عن التاريخ التونسي، أعرف عن يعني أعرف عن مناضل تونسي يعني قرأت عنه كثيرا، اللي هو إدريس قيقة، فقرأت إدريس عنه. جيجا، صحيح؟ آه أي، إحنا بنقول عليه قيقة في مصر، هو الصح أي، إيه؟ الصح جيجا، كيكة. جيجا، أها، أوكي. ف و... وتابعت يعني أي، كتاب تونسيين مثل كمال رياحين، مظبوط كمال الاسم. الرياحي نحيوه، هي صديقنا كمال الرياحي أكيد، أي، وهو صديقي على الفيسبوك. اهم، لكن وطبعا الفائز بالبوكر السنة اللي فاتت، الكاتب الليبي، هو يعيش في تونس حاليا. أي، آه، ال 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 الخبز ال- العم ميلاده آه، أو عن خبز دار خبز مسكلياني، عم أي، ميلاد، بالظبط. أي. انا مش عارف ليه انا بنسى الاسماء فجأة كده. الحقيقة حتى أنا لكن نسيت الاسم نتاعو، نحيوه يا الكاتب، تمام. حتى نلقاوه، حتى نسألوا الإنترنت.
لكن أنا التقيته في مصر هنا وشرفت إن إحنا قعدنا مع بعض ساعات طويلة، والتقينا في المكتبة ودارت بينا حوارات طويلة، وأهديته روايتي وأهداني روايتي، وأنا كنت قرأتها الحقيقة، لكن اهم. يعني حصلت منه على نسخة موقعة، وده شيء أعتز بيه. وهو حكى لي كمان إن هو مقيم في تونس، يعني ما في أكيد. المغرب. الصديق شهاب عبد الله يذكرنا باسم الكاتب، قال محمد محمد النعاس، النعاس. مظبوط صحيح. شكرًا شهاب، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. ده مروة انت بوزيدي زادة افتكرنا تأكد. عمله هو اللي هيبقى اكتر يعني. أكيد، أكيد. مروة بوزيدي قالت الكاتب الليبي محمد نعاس. شكرًا على مظبوط مظبوط. التفاعل. معنا الأستاذ أشرف العشماوي، تنجموا تسألوه على المباشر، سننقل الأسئلة على المباشر. العديد من القراء في تونس قرأوا سهلة أورفانيلي، التي كانت الرواية اللي نحب نقول إنك دخلت بها إلى قلوب القراء التوانسة. ده يعني أنا شيء عظيم. الحقيقة اكتشفتك عن طريق هذه الرواية، ثم اهتميت بالعديد من الروايات، ولكن هذه الرواية بيت القبطية، أنا كانت ليلة صعبة عندما قرأت هذه الرواية. وش نقول لك من بعد إن شاء الله علاش الليلة هذيّة صعبة جدًا، لأني لم أكن أتصور إنه في مصر في فترة معينة يمكن أنكم تعيشوا أشياء كالتي تم وصفها في هذه الرواية عن طريق القاضي، وسأرجع إلى القاضي. ولكن نحب نذكّر أنتِ تحصلتِ على العديد من الجوائز المهمة، جائزة السويرس للثقافة عام 2020، زادا جائزة الرواية ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021 عن رواية سالة أورفانيلي، وكنت زادا مع رواية تويا في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للبوكر. لماذا يكتب أشرف العشماوي؟ والله أنا يعني هذا السؤال تحديدًا له إجابات متعددة، لكن يعني أنا هاقول لك أقربها إلى عقلي. أنا باكتب علشان أفكّر مع آخرين لا أعرفهم، أنا باكتب لقارئ مجهول، أنا باكتب علشان يعني عندي دايمًا هَم عام وهَم خاص، والهَم العام بيشغلني جدًا، والهَم الخاص بيساعد على إن أنا أقدر أصيغ أفكاري اهم، يعني في وسط الهموم العامة، باعتباري جزء من هذا المجتمع، أنا مش منعزل عنه، يعني وظيفتي ما بتخلّينيش منعزل عن المجتمع، لإني أنا كمان باشوف الجانب المظلم من المجتمع. أكيد. فعندي هَم المهمشين، وعندي هَم العدل، وعندي هَم فكرة يعني المساواة، وفكرة الحريات. كل هذه الأمور بتشغلني طول الوقت، وبابقى عايز أفكّر فيها مع القارئ. وباشوف إن الرواية هي الفن الأقرب لتركيبتي ولشخصيتي، إن أنا باعرف أعبّر بالكتابة أكتر من الكلام. يمكن وظيفتي ما بتخلّينيش أتحدث كثيرًا، فأنا مش لبق أوي في الحديث، لكن الكتابة بتساعدني أكتر إن أنا يعني أعبّر عن أفكاري، وفي نفس الوقت الرواية فن بيطرح أسئلة، وده شيء مهم إنك أنت تطرح أسئلة كثيرة على القارئ، ولا تقدّم حلول، لإني لو كان عندي حلول كنت كتبت المقال. وكنت اهم، عملت تحقيق صحفي، وكنت قدّمت حلول. لو أنا عندي حلول كمان، لو أنا في منصب تنفيذي أو أنا في منصب سياسي، كنت قدرت أقدّم حلول. لكن الفنان أو الروائي تحديدًا يعني شُغلته أعتقد إن هو يعني يضع مزيد من الضوء على مشكلةٍ ما لعل آخرين يعني يتنبهوا لها. إمم، فالحاجة التانية بقى اللي في الكتابة، إن أنا باحس إنها متعة. يعني هو كل كاتب في ظني يعني، أو كل فنان جواه طفل، وهذا الطفل يريد أن يلعب ويريد أن يلهو، وجزء من هذه اللعبة هي فن الرواية، إنك تخلق شخصيات وتخلق عوالم، وإنك تحرك هذه الشخصيات وتتحكم في مصائرها وتغير من مساراتها، وفي نفس الوقت يعني أنت بتبقى خالق هذه الشخصيات، فعندك قدرة جامدة على التحكم فيها، وأحيانا هي تعاندك. فدي متعة الكتابة. أكيد. يعني يعني هي كمان فكرة إن كل واحد عنده حكاية، لكن مين اللي بيقدر يحكيها، ومين وبيعرف يحكيها إزاي وبيحكيها منين؟ ده الروائي اللي بيختلف عن الشخص العادي يعني، فدي بترضيني إلى حد كبير يعني. آمم، الكاتب هو قارئ، وما هي صحيح. علاقة أشرف العشماوي بالقراءة، بالمطالعة؟ والله أنا علاقتي بالقراءة قديمة، يعني تعود إلى 50 عامًا تقريبًا. أنا عمري الآن 56، أعتقد إن أنا بدأت في السادسة اهم، بانتظام مع والدتي بالقصص المصورة.
بقصص. كانت لدينا سلاسل للأطفال تسمى المكتبة الخضراء، بالإضافة إلى أكيد القصص حتى إحنا قرينا المصورة. المكتبة الخضراء وصلت إلى مظبوط. تونس. إيه. وما هي كان الوطن العربي كله تقريبا بينزل فيه الحاجة أكيد. في نفس الوقت في تلك الفترة في بداية السبعينيات. ووالدتي عليها رحمة الله هي يعني صاحبة الله الفضل يرحمه. الأول، لأن يعني كانت بتشتري كتابين وتعطيني كتاب وهي كتاب، وكل واحد فينا يقرأ، وبعدين نبتدي نتبادل الكتاب ونحكي، كل واحد يحكي هو قرأ إيه للآخر. فالفكرة أعجبتني جدا وشدتني وجذبتني للقراية. بعد كده أصبحت يعني من الهدايا المفضلة عندي إن أنا يتم إهدائي كتاب من والدتي. مع تطور السن ومع تجاوز المرحلة بتاعة القصص المصورة والقراءات البسيطة يعني، اهم. والدي كان عنده مكتبة ضخمة محترمة فيها أكثر من 3000 كتاب، فبدأت ما شاء أقرأ. الله. فبدأت أقرأ، بدأت طبعا بحاجات بسيطة يعني. لما بدأت مثلا أقرأ لطه حسين أو للعقاد ما كنتش فاهم حاجة، كان بالنسبة لي صعب، وكان بالنسبة لي الكلام تقيل والمعنى مش واصلني. نجيب محفوظ نفس الشيء، يعني نجيب محفوظ في ظني يعني لازم يقرأ بالتدريج يعني، ولازم يقرأ بروايات محددة هي اللي تبدأ بيها، اللي هي فيها فكرة يعني الحكاية ظاهرة قوي، اللي هي يعني للخط الأول، لأن هو طبقات نجيب محفوظ يعني بيتقري، يعني كل رواية فيها طبقة وطبقة وطبقة، مجموعة من الطبقات، لأنه فيلسوف أكتر منه كاتب. أكيد. فالروايات اللي هي الأولى اللي زي الثلاثية أو زي زقاق المدق أو زي آه، البداية والنهاية، اللي الحكاية فيها بتبقى ظاهرة شوية، بتبقى ممتعة. لما الأمور بتتطور إلى فلسفة أعلى شوية، أعتقد بتحتاج سن، يعني يكون الطالب في الجامعة، في نهاية الجامعة، لسه متخرج حديثا في بداية العشرينات من عمره. لكن في مرحلة الدراسة المدرسية يعني بتبقى صعبة شوية إنك أنت تقرأ نجيب محفوظ. ما هو سر اقتحامك أشرف العشماوي إلى الساحة الأدبية في مصر التي أعطت نجيب محفوظ، طه حسين، العديد من الكتاب الكبار على مستوى العالم العربي، جائزة نوبل للأدب، وأنت تخاطر بين ظفرين أنك تكتب في هذه الساحة الثرية بالأدب والثقافة العالية جدا. والله وما زلت أخاطر. يعني يعني هو طبعًا إنك أنت تتحول من قارئ إلى كاتب هي قفزة في الظلام، وهي يعني مغامرة أكيد. يعني صعبة، وأنا الحقيقة لم أخطط لأي شيء، يعني تقدر تقول إن كل شيء حدث بالصدفة. أنا لم أكن أخطط أن أكون كاتبًا، لكن أنا في بداية عملي في النيابة العامة كنا بنقوم بتلخيص القضايا عقب الانتهاء من التحقيقات لتقديمها إلى المحكمة. هناك اهم. القضية وهناك التحقيقات، أقوال الشهود، أقوال المتهمين، المعاينات، كل شيء في الملف، ولكن وكيل النيابة عليه أن يقوم بإعداد ملخص من صفحة أو صفحتين. فطبعا أنا بشتغل زي بقية زملائي يعني. فاكتشفت أن مدير النيابة أو رئيسي المباشر بيبعت يطلبني ويقول لي أشرف إحنا بنكتب الملخص علشان القاضي يعرف القضية فيها إيه قبل ما يقراها، زي يعني كأنها ظهر الكتاب، يعني ياخد فكرة بس وبعدين يدخل في الموضوع علشان نمهد له يعني. اللي أنت بتكتبه أنت بتحكي له حكاية، أنت بتسليه، ده ما ينفعش. يعني أنت ما ينفعش تفصل. واكتشفنا القاس والروائي. اكتشفت بقى الحتة دي، طبعا انت بدأت اتنبه ان انا فعلا أها. يعني بوصف مشاعر لاشخاص وانا المفروض ما اعرفهاش، فغالبا الخيال بيتدخل. يعني انا بحقق مع شخص وبعدين بفترض فيه اشياء وبلخصها بره التحقيق، يعني بلخص فيه يعني هذا الشخص عدواني، هذا الشخص طيب، هذا الشخص جيد، يعني ببتدي احط صفات، بعدين بوصف الاماكن بصوره لا علاقه لها بالقانون. القانون ملوش علاقه بالنواحي الجماليه او النواحي السيئه اللي موجوده في المكان، انت بتوصف ادله جريمه، اهم. ويعني مسرح الجريمه ده مهم علشان الادله بتاعته مش علشان الوصف الجمالي يعني. فاكتشفت ان انا يعني عندي اسهاب شويه في الحته دي، فبدات طبعا اخد بالي وبدات اكتب. لكن عندي حاله خوف من القارئ، زي بقى ما انت قلت مصر اللي فيها نجيب محفوظ وطه حسين وتوفيق الحكيم ويوسف ادريس والبساطي ويعني اسماء لو قعدنا نعد مش هنخلص.
فطبعا عندي حالة خوف، والقارئ العربي حتى مش المصري غول، يعني يتخاف منه أكتر من الناقد، لأن القارئ العربي حتى لو فوت لك مرة مش هيفوت لك التانية، يعني يا إما هيرفعك فوق يا إما هتسقط. فالمغامرة مش يعني لازم تبقى محسوبة قوي، لازم تبقى الهواية متمكنة منك، ولازم تبقى أنت فعلا مخلص للكتابة من جواك وعندك اللي تقوله. يعني لازم يكون، يعني لأن أنا زي ما قلت لك في البداية، الجميع لديهم حكايات والجميع لديهم قصص، لكن كيف تحكى؟ الرواية مش حكاية وخلاص، والرواية يعني فن هتحكي منين وهتحكي ازاي، والبنى بتاعها ازاي، ورسم الشخصيات ازاي، وهل هناك ما وراء الحكاية ولا لا. الفكرة مش حدوتة وخلاص. أكيد. فطبعا دي يعني خدت مني سنوات لغاية ما أقدر أقفز على حاجز الخوف، وأقدر إن أنا أواجه القارئ المصري أولا، والعربي بالضرورة يعني طبعا ملحق بيه على طول. اليوم قلت لك الحدث في تونس، كتاب توانسة قاعدين يتفرجوا فينا على المباشر، معز نعيجة الروائي التونسي والقاص أهلا قال مساء وسهلا. النور فارس، مرحبا بضيفك المبجل. العديد من أهلا الكتاب التوانسة والروائيين قاعدين يتابعوا. نرحب بيوسف بودوارة، مروى بوزيدي، زياد بوشوشة، هو زاد كاتب تونسي. يعني اليوم اجتماع جميل جدا من القراء وهما في نفس الوقت يسعدني. روائيين. سؤال من صديقي عمرو المعداوي اليوتيوبر المصري اللي عنده شغل جميل جدا. انا ما جدا. عنديش فكره على خلفيه السؤال، سانقل السؤال كما هو. هل ربنا يستر. تمتلك ذلك الشخص الذي يستطيع انتقاد ما تكتب بلا رحمه، كمثل الذي فعله معك خيري شلبي مع روايه زمن الضباع؟ كيف ترد على هذا السؤال؟ هو أنت تعلم ماذا فعل خيري شلبي معي؟ لا اعلم لكن سنكتشف. يعني أستاذنا خيري شلبي عليه رحمة الله ده من رحمه الله أكبر عليه. الكتاب والروائيين عندنا، وكان يعني قامته يعني تناهز قامة نجيب محفوظ، يعني ما فيش شك في كده يعني. ونجيب محفوظ نفسه كان يعني يوليه معزة خاصة ومحبة خاصة. هو كاتب كبير ومهم يعني، ورواياته عظيمة يعني، وأجمل من كتب عن المهمشين. لما أصدرت روايتي الأولى اتصل بيا في التليفون، وانا ما اعرفوش خالص، يعني هو جاب النمره من صديق مشترك، واتصل بيا وقال لي انا قرات روايتك وحابب اشوفك. فطبعا هنا عارف بقى الناحيه الغرور، والروايه الاولى وانا عندي بقى يعني انت عارف وخيري شلبي العمل يقرأ الرواية بالظبط، والعمل الكبير. الاول بيديك جرأة الجهل، يعني انت لو صح التعبير، يعني انت مش عارف انت رايح فين، وبعدين تفاجأ مرة واحدة ان كاتب كبير بيتصل بيك وبيقول لك انا عايز اشوفك. فانا رايح يعني منتفخ كبالون ان انا يعني واخد معايا الرواية كمان، قلت ايه انا اهدي له الرواية نسخة واخد منه نسخة، كتاب بقى مع بعض يعني. أي. اول ما وصلت عنده البيت قال لي انا قرأت الرواية، بقى بقيت الجملة ان انا الروايه ما عجبتنيش خالص. فطبعا البالون ده يعني تم افراغه تماما من الهواء، وقال لي انت استعملت الرمزيه في غير محلها. يعني قال لي انت، يعني هي كانت عن غابه افتراضيه وان الحيوانات بتتحدث مثل الانسان والى اخره. فقال لي انت بتكتب روايه حلو وبتعمل شخصيات حلوه، لكن الشخصيات دي من لحم ودم، دول بني ادمين مش حيوانات، فما ينفعش تستعمل الرمزيه هنا. لكن انت خساره يبقى عندك الموهبه وما تكملش. هنا بقى عظمه خيري شلبي ان هو يجيب كاتب مبتدئ وكاتب ما يعرفوش ويقول له الكلمتين دول وينصحه النصيحه دي. يعني ده هذا جميل ما اقدرش انساه بقى طول عمري. السؤال عمرو، انا اعمل ده مع غيري؟ بعمل ده مع غيري طبعا. لو حد بيطلب مني رايي بقول، يعني انا بشوف ان الفتره اللي هي فيها مسوده او فيها درافت اولانيه والكاتب لم ينشر بعد ولسه بيكتب وبيطلب رايي، بشوف من الامانه انك تقول له العيوب، وبشوف من عدم الامانه ومن عدم النزاهه انك تقول له كويس كده، او يعني ما تقراش، او ما يعني تضلله او تجامله، بلاش تضلله يعني المجامله أستاذ هنا مش أشرف، مطلوبه. ما هي الطريقة التي نقول بها إلى كاتب في بداياته، من كاتب عنده تجربة، كيف تعطي الفيدباك أو النقد؟ والله من خلال التجربه يعني اقدر اقول لك ان الخلاصه ان الجميع بيزعل والجميع بيغضب. يعني ما حدش بيتقبل النقد قوي بصدر رحب يعني.
إمم. وربما أنا أيضًا يعني برضه ما حدش بيحب أوي يسمع عيوبه، لكن يعني أفضل طريقة إنك تبتدي بالمزايا وبعدين يعني تتبعها بولكن، يعني إمم. تقول له كل ده جميل ولكن يعني ممكن تبقى أحسن لو عملنا أها. 1، 2، 3، 4. فأنت بتسيب له بقى آخر حاجة شافها أو آخر حاجة سمعها منك الملاحظات بتاعتك، لكن الحاجات الكويسة عنده بتبتدي بيها. يعني طبعًا لازم يبقى عنده أسلوب ولازم يبقى عنده لغة ولازم يبقى عنده قدرة على خلق رواية، الباقي بقى بعد كده سهل، لكن لو ما عندوش الحاجات الأولانية بابقى صريح جدًا باقول له بلاش تكتب. واضح. لأ. سيماء الشاوش: أنا قرأت سالة أورفانيلي والمرشد وبرمان، كلها روايات أعجبتني لكن المفضلة عندي هي أورفانيلي. واضح. جميل. مرحبًا يا سيما. محسن النيفر يقول: "ما هو رأي الأستاذ في الروائي علاء الأسواني؟ شكرًا جزيلًا وتحياتي." الأستاذ علاء الأسواني واحد من الناس المهمين جدًا في كتابة الرواية، من أحسن الناس اللي بتعرف ترسم شخصيات. الأستاذ علاء اهم. الأسواني في رسم الشخصيات بارع، بارع يعني. ربما يمكن السياسة بتطغى شوية على الأعمال بتاعته وهي أكيد. أعمال قليلة للأسف، كنت أتمنى إن تبقى أعماله أكتر من كده، يعني الإنتاج يبقى أغزر من كده، لكن الرسم الشخصيات هو أستاذ في رسم الشخصيات. أنا شخصيًا بتعجبني جدًا وبانبهر برسم شخصياته. إمم. أنا سأعود إلى الرواية مباشرةً التي أبهرتني، بيت القبطية. رواية تتحدث عن بنت القبطية التي سُمي عليها البيت، بيت القبطية، وفي علاقة مع قاضي، والقاضي هو شخصية رئيسية في هذه الرواية. هل هو أشرف العشماوي؟ لأ، هو مش أشرف العشماوي. أصل أنا هذا السؤال يعني أنا فاكر في معرض الكتاب سنة 2013 وكانت رواية تويا وصلت للقايمة الطويلة للبوكر، اهم. وكان يعني أنت عارف أجواء المعرض الكتاب عندنا بيبقى فيها احتفاليات يعني بصفة عامة، أجواء احتفالية بالكتاب والتصوير معاهم وتوقيع النسخ وإلى آخره، أكيد. وكانت الرواية بقى وقتها مسمعة وأول مرة أوصل للبوكر وكانت حاجة لطيفة من العمل التاني. فكانت يعني قراء كتير جدًا بيظنوا إن أنا يوسف كمال بطل الرواية وهو إمم. طبيب، وطبيب بشري. في صالة أورفانيلي يعني أنا باشكر صاحب سلمى صالة. عجبتها، افتكروني منصور التركي، يعني إن أنا يعني دي جزء من شخصيتي وإن أنا يعني هل عملت في صلاة لأ طبعًا مش ممكن يعني يعني هو الكاتب بيتقمص قبل الكتابة، بيتقمص الشخصية، مش زي الممثل، لإن هو الممثل بيجسدها بأدائه، بعينيه، بكلماته، بصوته، بملامح وشه، بحركة جسمه، بحركة إيديه. أنت الروائي بيتقمص الروح علشان يعرف يجيب صوت القارئ وهو بيقراه يشعر أن هذه الشخصية حقيقية. إمم. يعني فالتقمص ده هو اللي بيخليك تقرب قوي من القارئ وبيحس بالصدق. طبعا شخصية زي نادر اللي هو بطل رواية بيت القبطية ويعمل محقق وقاضي وإلى آخره، هي نفس مهنتي، فمن إمم. السهل ان انا اكتبها، يعني هي ما كانش في عندي صعوبة ان انا اكتبها. ربما يعني انا والله يعني صادق معاك فعلا، يكون فيها جزء مني غصبًا عني، يعني أكيد. اللاوعي بيبقى أكبر من الوعي، ممكن تفلت طبعًا لإن ردود أفعالي أو نظرتي للعدل وفكرة القضاء وإلى آخره، لازم هتطلع على لسان البطل، لإنه مناسب لشخصيتي يعني. لكن مش أنا ما اشتغلتش في الصعيد ولم يعني هذه الأحداث أنا لم أمُر بها بصورة حقيقية في الواقع. هناك وصف دقيق. أنتِ تحدثت على الأستاذ الروائي الكبير علاء الأسواني، إنه عنده وصف دقيق جدًا، عنده صنع شخصيات بطريقة محترفة جدًا. في نفس صحيح. الوقت أنا كي نقرأ أشرف العشماوي أراه الكاتب الذي يعرف كيف يصنع الشخصية، كيف يطوّر الشخصية. هل عندما تكتب تذهب إلى الصعيد وترى هذه الأماكن وتقابل أشخاص يشبهون البيئة التي تتحدث عنها في الرواية؟ يعني هناك مقولة أظن أن ماركيز هو اللي يعني تنسب له، يعني أنا مش متأكد من صحتها، قال لك اهم. يعني أن تكتب عما تعرفه. تكتب عما تعرفه يعني لازم تعرف الشيء قبل ما تكتب عنه، مش إنك أنت بالضرورة تكون يعني حاجة عرفتها يعني، لكن أنت هتكتب عن الصعيد لازم تروح الصعيد، لازم تعمل معايشة.
للمكان اللي هتكتب عنه. لازم تعمل بحث. لو انت بتكتب رواية تاريخية لازم تطلع على وثائق، على صور، لازم تعرف الأكل كان شكله إيه، اللبس كان شكله إيه، الألوان المستخدمة، وسائل النقل المستخدمة، الحياة اليومية، مزاج إمم. الناس كان عامل إزاي، بيقرأوا إيه، بيهتموا بإيه. كل ده لازم يتعمل. فأنا رحت الصعيد وقعدت فترة في الصعيد أكتر من أسبوعين أو 3، لكن في الآخر أنا مش بنقل تجربة واحد عايش في الصعيد. لو بنقل تجربة واحد وعايش هناك ما كنتش هكتب الرواية، لأني أنا ما عشتهاش. يعني الخيال هنا ما ينفعش، في حتة هتبقى ناقصة دايما وهتبقى أنا شايفها من فوق فما أعملهاش. لكن هنا أنا بكتب عن اللي شاغلني، عن فكرة العدل، عن فكرة الفتنة الطائفية اللي كانت سائدة في فترة التسعينيات في مصر. وهي فترة كانت سيئة الحقيقة، إن كان في المشاحنات بين الأقباط وبين المسلمين. ف المسلمين. فدي شغلتني، يعني شغلتني جامد، وخصوصا ان انا حققت في قضايا شبيهه بهذه النوعيه من القضايا. فكان عندي الخلفيه، عندي الفكره، المعايشه اللي هي لفتره مع الاقباط في بلاد يعني او قرى متطرفه او نائيه في الصعيد. رحتها لمده يعني تتجاوز ال 14 يوم. فانا شعرت انها كفايه بالنسبه لي لان انا اكتب. وكيف كانت ردة فعل الأقباط والمسلمين من القُراء؟ والله ردة الفعل كانت جيدة في المجمل، لأن الرواية يعني لاقت نقد جميل، اهم. والفيدباك بتاعها كان كويس، وردود الأفعال حتى في نوادي الكتاب أو في الندوات العامة كان فيه اهتمام جامد بالموضوع، وكان فيه اهتمام باللغة اللي موجودة في الرواية، بالبنى، باستعمال الصوتين نادر وهدى اللي هم بطلي العمل، بالتناوب يعني او بالتوازي، وكانهم زي شريط القطر لكن ما بيلتقوش في النهايه. فالفكره كانت عاجبه الناس. طبعا يعني انت لازم هتلاقي ان يعني بعض الاطراف هنا او هنا بيحسوا انك انت جيت علينا، لا انت ما جيت علينا شويه يعني من هنا ومن هنا. البعض كان بيظن ان انا مسيحي والاخرون يظنون ان انا مسلم. فطبعا مش هقول للناس انا مسلم يعني. لان في الكتابه انت ما ينفعش تلبس نظاره بايديولوجيه، ما ينفعش تلبس نظاره دينيه او نظاره سياسيه وانت بتقرا. انت المفروض تلبس نظاره ادبيه، فبتشوف الكاتب ده الفن اللي قدمه ازاي. لكن بقى كونه مسلم، كونه مسيحي، كونه يهودي، دي مش قصة القارئ يعني. يسر بودوارة تقول أتمنى أن يتعرف التونسيين محبي القراءة على رواياتك. تقريبا كل روايات الأستاذ أشرف العشماوي التي وصلت لتونس قرأتها، وسيتم الاستماع للروايات الأقدم التي ليست متوفرة هنا على ستوري تيل. وهذه إشكالية أشكرك. أخرى أستاذ أشرف العشماوي، التوزيع. الكاتب نعم. المصري لا يصل بسهولة إلى العالم العربي وخاصة إلى تونس. نحن نتحصل على الروايات بعد سنة من الصدور. وهذه إشكالية كبيرة. كيف تعلق على هذا الموضوع؟ يعني طبعا انا اول شيء انا بشكر ريارة. الشيء الثاني ان انا يعني هتواصل مع ناشري غدا صباحا على موضوع تونس تحديدا، لان المغرب، السعودية، الكويت، الامارات، سلطنة عمان، الجزائر حتى ما فيش فيها المشكلة. فغريبة قوي ان المشكلة تبقى موجودة في تونس يعني. إمم. فيعني بالنسبة لي في يعني مشكلة. الجزائر والمغرب أبعد، أبعد. ابعد بالظبط. فيعني قراءنا في تونس دي حاجه تسعدني اكتر يعني. فبصراحه يعني هتواصل مع الناشر واعد ان انا اجد حل المشكله وهراسلك، يعني هبعت لك بكره الرد على طول مباشره يعني. شكرًا. لم تتوقع هذا التفاعل من التونسيين بالنسبة لهذا البرنامج، ها؟ لا، لم أكن أتوقع بصراحة، ولم أتوقع إن ليا جمهور في تونس، لأن زي ما قلت لك قبل بداية الحلقة إمم. يعني القراء من تونس قليلين. يعني أنا بيجي لي رسائل يومية كثيرة جدا، ممكن تعدي ال20 أو 30 رسالة كل يوم. لكن القراء من تونس بيبقى واحد كل يومين 3، فقليل إمم. العدد، قليل. فدايما بحس إن أنا مش واصل للتونسيين يعني. في صديق صاحب مكتبة افتراضية كتب بالفرنسية قال: "Je découvre cet immense auteur grâce à toi cher فارس". أنا أكتشف كاتب كبير عن طريقك صديقي فارس. شكرًا وليد النميري، بارك الله فيك. ميرسي يا وليد. يعطيك الصحة. سامي مقدم يقول: "أوريدس هو الحل". هو مشروع أوريدس
هي تطبيقة على الإنترنت، تطبيقة على التليفون، فيها نسخ إلكترونية من الكتب، لتفتح المجال للناس في تونس في المناطق النائية التي لا تصلها الكتب عن طريق المكتبات، لقراءة الكتب عن طريق معناها فيز شهري. قال زي أريد سؤال تطبيق حل ابجد، يعني. زي تطبيق ابجد، ما هو أكيد، ابجد نفس أكيد. الفكره. دونك يعني قال هو سأنقل الحل. للناس يعني، هو الحل طبعا انت عارف لازم الوكيل الادبي ويتم أكيد. التعاقد والى اخره يعني، الدار لكن يعني المصرية مبدئيا اللبنانية. الدار المصريه اللبنانيه مظبوط. أكيد. سيما انا قالت لم الأستاذ. اغير ناشدي يعني منذ 13 سنه. هذا وفاء كبير للناشر، يعني هناك علاقة طيبة جدًا بين الكاتب هي والناشر. بقت علاقه كاثوليكيه يعني اعتقد ان احنا مكملين يعني يعني أكيد. انا مرتاح وهم مرتاحين فالحمد لله يعني ممتاز. الدنيا كويس. سيما شاوش تقول الأستاذ أشرف العشماوي قامة كبيرة جدًا. اشكرك سيما، آآ اشكرك. شكرًا سيما. نواصل الحديث على الروايات. سالت أورفانيلي كيف جاءت هذه الفكرة؟ لأنه الشخصية الرئيسية من أصول معينة، اللي هي نجم نقولوا مجموعة من الناس اليونانيين والإيطاليين، وعلاقة علاقة الأجانب بمعيشتهم في مصر، وكيف أصبحوا مصريين. هم من أصول غربية ومصريين. ثم رحلة سالة أورفانيلي، كيف أتت فكرة الرواية؟ يعني هي مصر من 1900 لغاية 1956 أكتر من نصف قرن كانت بلد كوزموبوليتان، فيعني فبتلاقي فيها كل الجنسيات وكل الأديان وكل الثقافات يعني منصهرة مع بعض كده في بوتقة واحدة، وكلهم مصريين وكلهم فيهم نفس الروح. ودي إمم. كانت أجمل حاجة بتميز مصر الحقيقة في ال50 سنة الأولانية من القرن الماضي. الفكرة بتاعت الرواية جات لي أثناء سيري في شوارع وسط البلد. عندنا في وسط القاهرة كان في لافتات معلقة على الأشجار، لافتات خشب مكتوب عليها عبارة نشتري كل شيء، وحاطين رقم تليفون. فأنا يعني فكرة إن احنا نشتري كل شيء دي يعني وقفتني. يعني إيه نشتري كل شيء؟ طب افرض أنا عندي حاجة يعني ملهاش قيمة، أنا شمبر نظارة مثلا يعني قديم أو أي حاجة قديمة، إيه تشتري كل شيء دي؟ فاتصلت لقيت العنوان قريب مني، رحت لقيت بيت كبير جدا مساحة مهولة يعني، ولقيت فيه كل شيء يا فارس. يعني انت تدخل عارف من الإبرة للصاروخ، كل شيء، وكلها أشياء تبدو قديمة لكن هي في الحقيقة هي جديدة، وبيتم تلميحها وبيتم يعني التعامل معاها بحيث انها تظهر أكثر قدما. فاكتشفت ان كل ده يعني زي مخزن او مصنع، او دي الكواليس بتاعة صالة المزاد. فانا بروح صلاه مسادات كنت على سبيل الفرجه، يعني على سبيل الشغف، على سبيل انك انت يعني انت عارف الواحد بيبقى عنده فضول، والروائي بصفه عامه بيبقى عنده فضول يعرف اكتر عن اي حاجه. فكنت بتفرج يعني، لكن عمري ما اهتميت ان انا اكتب. وبعدين اليوم ده بالتحديد ابتدت تنور الفكره بتاعه العلاقه ما بين الحياه والمزاد، والشبه ما اهم. بين الحياه والمزاد، وان احنا ممكن نبقى مهمين لاخرين في العمل، في الصداقه، في الزواج، في العلاقات الانسانيه، وممكن نبقى مضرين لاخرين. ممكن الواحد يشتري قطعه لانه عايز يقتنيها فقط لا شيء، او عايز ياخدها لفتره معينه وبعدين يبيعها يكسب فيها، او ياخدها ويخسر فيها يعني يسيء معاملتها او يهملها. فلقيت ان العلاقات متشابكه جدا ما بين الحياه والمزاد. فاتصلت باحد اصدقائي وهو شخص يعني يعمل في مجال المزاد من 60 سنه، وهو ربنا يديله الصحه تجاوز ال80 من عمره. اتصلت بيه يومها في التليفون، وكانت الساعه يعني 3 الا تلت العصر، وقلت له انا يعني في صاله مزاد، في كواليس صاله مزاد، وشفت كذا وعايز اعرف منك اكتر يعني. قال لي تعالى لي دلوقتي حالا لو عايز. فما يعني ما فكرتش، ما رحت فكرتش. نزلت إمم. خالص. نزلت من عنده 4 الفجر، يعني بعدها بحوالي 13 ساعة. قعدت 13 ساعة قدامه زي التلميذ ماسك ورقة وقلم. سؤال واحد اللي سألته له، قلت له ازاي صاحب الصالة يضحك على الشخص اللي جاي الصالة، الزبون يعني. بس
وهو قعد 13 ساعة يحكي لي بالتفاصيل بيعملوا إيه. طبعا ده يعني ده فادني جدا إن أنا أعمل شخصية منصور التركي، اللي هو صاحب الصالة المخادع اللي بيروي حكايات عن القطعة وهي مش موجودة. طبعا الحكايات من خيالي، لكن هو والشخصيات من الخيال، الشخصيات مش موجودة في الحقيقة. لكن فكرة إنك أنت تربط الفكرة بتاعتك الحياة والمزاد مع شخصيات متخيلة، مع صالة متخيلة، مع حبكة ليها علاقة باليهود المصريين اللي كانوا عايشين في مصر من إمم. أصول إيطالية ويونانية، كانت يعني خدت مني سنتين شغل، بس كنت مستمتع جدا وأنا بكتبها يعني، جدا يعني. وكنت مصدق إن الصالة موجودة يعني، لدرجة إن في قراء قالوا لي إحنا نزلنا على العنوان اللي موجود في الرواية وما لقيناهاش. قدرت أوصل يعني كويس. صنعت عالم للقراء، وهذا ممتاز جدًا. أنا أعتقد إن الروائي لازم يعمل كده، يعني الروائي لازم من أول سطر أو أول صفحة لازم يدخّلك جوّه العالم بتاعه، لو ما عرفش يدخّلك جوّه العالم بتاعه يبقى في مشكلة، يبقى أكيد. المفتتح ده فيه مشكلة، لازم تدخل من الأول يعني. في صورة وراك على النوبيين أظن. مضبوط. السوان والنوبيين، وأنت كتبت رواية على هذا الموضوع. كتبت رواية، وهذه اللوحة إهداء من فنانة اسمها إيمان العبد، فنانة مصرية، اهم. عن الرواية بتاعتي اللي هي تذكرة وحيدة للقاهرة، وهي بتتكلم عن النوبة، وأنا يعني هابعد كده شوية علشان الناس تشوفها. وهو أيوه. المفروض ده عجيبة سر الختم بطل الرواية، ودي مسكة زوجته. اهم. وكان المفروض إن اللوحة دي هنعملها غلاف للرواية، لكن في النهاية التسويق كان له رأي آخر. واضح. و و و أو هل أنت عندك رأي في الغلاف في تسويق الكتاب، أنا أو التسويق هو أو دار النشر هي التي تختار؟ يعني هو طبعًا أنت تعلم إن دار النشر هي صاحبة الكلمة العُليا يعني، لكن أنا العلاقة بيني وبين الدار المصرية اللبنانية وآل رشاد اللي هو يعني مسيطرين على العمل هناك وأصحاب الدار وهم أصدقاء أعزاء. أنا من المؤلفين يعني اللي بيتسموا مزعجين، لإني أنا باقعد أتكلم مع المصمم وباقعد أقول له أفكاري، وده غلط لإنك أنت بتشوِّش على خياله وعلى أفكاره وعلى ابتكاره. أكيد. وبنقعد نعمل حوالي 10 أغلفة أو 15 غلاف علشان نختار غلاف واحد في النهاية. وطبعًا التسويق بيبقى يعني عايز حاجة، وأنا ساعات بقى باصمم على حاجة تانية، فيضطروا يعملوا حاجة تالتة علشان تبقى وسط. فما أعرفش ليه باتدخّل أوي في الغلاف يعني. يعني أنا باشعر دايمًا إن القارئ عمره ما هيقول إن الغلاف منسوب لدار النشر أو للناشر، دايمًا بيحمّل للكاتب. القارئ العنوان والغلاف والأخطاء المطبعية وشكل الفونت والتوضيب، اللي هي الحاجات بتاعة الناشر برضه. لكن أكيد. أنا باحس إن القارئ بيحمّلك المسؤولية كاملة يعني. وبعدين أنا مش عارف، أنا باحس إن الكتاب كُلّه هو يعني زي المولود بتاعي. فباحس إن أنا من حقي أختار شكله ولبسه واسمه وكل حاجة يعني. بخصوص المولود، أشرف العشماوي عوّد القراء بإصدارات في شهر يناير، وشهر يناير عدّى وما فيش رواية جديدة. شنو السر؟ يعني ولا سر، يبقى الحمل ما اكتملش بس. لأ، يعني هو مش سر، هو يعني يعني في روايات بتبقى أنجزتها في فترات قبل كده، فبيبقى عدّى السنتين أو سنة ونُص، فصادفت إن إحنا نقدر ننشر في يناير. في روايات خدت منّي سنة في الكتابة زي الجمعية السرية للمواطنين، كانت سلسة. الرواية اللي أنا باشتغل عليها كانت سلسة وكنت شغّال كويس، بس ما كنت عارف إن أنا مش هاقدر أنزل في يناير، وعامل حسابي إن أنا ممكن يعني على شهر يوليو اللي جاي، ممكن يعني لو اتأخرت شوية هيبقى شهر سبتمبر. لكن يعني مش عارف أقول اللي قُلته لك قبل إحنا بيناتنا سر، السر في الكواليس. أقوله والّا ما أقوله؟ يالّا نقولوه اللي يتبعوا فينا الكل. يعني هو النهارده تحديدًا يعني ما أعرفش، هو الموضوع ضايقني شوية إن أنا من الساعة 14:00 عمّال منشغل يعني كنت باراجع جزء في الرواية، ودي المسودة التالتة اللي أنا باشتغل عليها، وفي حاجات باغيّرها لسه يعني. وبعدين مرّة واحدة ابتدت يعني تنوّر في دماغي فكرة تانية للبُنى بتاع الرواية، إن أنا أهِدّ الرواية كلّها بالكامل وأعيد كتابتها ببناء مختلف خالص، يعني بناء مختلف تمامًا يعني.
وده معناها ان ممكن اخد سنة على الاقل كمان. فالموضوع شغلني، فقعدت 4 ساعات من الساعة 2 يمكن لغاية او 3 لغاية الساعة 7:30 8 قبل ما نطلع مع بعض. عمال بجرب اشوف انا ممكن اعمل ايه، يعني يعني ماسك درافت كده من الدرافتات بتاعتي وعمال اشتغل عليها. فلقيت الفكرة عجباني، فده ضايقني زيادة. يعني كده حسيت ان إمم. انا ممكن ابقى صح. ان و و وشنو شعورك؟ هذا عمل متاع أشهر، عمل بحث، عمل كتابة لمدة أشهر ما انا و مش هضيع حاجه من اللي فات، اللي هو البحث، لا مش هضيعه. انا هغير في البنى بتاع الروايه. إمم. فيعني البنى قايم على اصوات، وقايم على 4 اصوات بتحكي. و... فانا يعني هغير فيها وهقتصر على صوت او صوتين. فطبعا في شخصيات هتختفي بصوره كبيره، يعني لان كنا بنسمع صوتها، فانا عايز اشيل صوتها. ومش عارف ليه انا عايز اعمل كده. يعني حاسس ان ده هيخلي الرواية رشيقة اكتر، يمكن مش عارف إمم. يعني. الفكرة عمالة تزن عليا، وخايف ان يعني خايف اتأثر بيها. يعني بس لو اتأثرت بيها قوي غالبا هحس انها صح. يعني انت عارف في الاخر مهما بتاخد اراء المقربين ليك، او حتى العين الودودة اللي بتقرا معاك، المحرر او الناشر، في الاخر انت يعني عارف بتستفتي قلبك كده، في حاجة جواك بتقول لك اه او لا. إمم. فمش عارف يعني. آمم، مصر أو مش في مصر، الرواية الجديدة؟ الرواية أحداثها فين؟ أي، تدور فين؟ تدور في في مصر؟ مصر، في القاهرة. تاريخية أو وجزء معاصرة؟ منها وجزء منها خارج مصر، بس بسيط قوي. آه تاريخية أو معاصرة؟ يعني لو قلنا ان يعني مش عايز احرق. شوية scoop، شوية scoop. اصل بص، انا بخاف من الحتة دي ليه؟ لان يعني جزء من نجاح الرواية إمم. هو يعني المفاجأة بتاعت ان الكاتب بيتنوع كل مرة، بيحط القارئ في حتة مختلفة ما يتوقعهاش. يعني لو كنت قلت لك ان الجمعية السرية قبل ما يعني قبل صدورها، لو كنت قلت لك انها مش تاريخية، هنا الكاتب هيشيل من دماغه فترات كتيرة اشرف كتب عنها، إمم. فهيبقى متوقع. لكن لما ما بقولش بتبقى احلى يعني. يعني الدهشة آآ الاولى دي بحبها ولكن في تجديد، في تجديد. سنرى لازم. شيء لم نره من قبل. لا لازم. انا بشوف يعني، انا هقول لك بمنتهى الصراحة، انا لو شعرت يعني ولو 1% اني ما عنديش حاجة جديدة بقدمها او بقولها، مش هكتب ومش هنشر. إمم. يعني لازم حتى لو بكتب في فترات متشابهة. يعني تذكرة وحيدة للقاهرة، سيدة الزمالك، صالة أورفانيلي، الثلاثة في فترة الملك وثورة يوليو، في نفس إمم. الفترة الزمنية اللي هي يعني القرن العشرين. لكن كل واحدة مختلفة، العوالم بتاعتها مختلفة، رغم ان انا رحت لنفس الفترة الزمنية. لكن لو ما عنديش حاجة جديدة اقولها وهعيد انتاج القديم، او يعني هلعب على نجاح حاجة قديمة، لا مش هعمل كده. لا. لازم يكون الواحد عنده حاجة جديدة، ولازم يتنوع. تنوع مهم جدا للروائي يعني. كيف يمكن أن توفق بين عمل القضاء، العائلة، والكتابة؟ يعني المثلث ده اكيد فيه ضلع فيه مظلوم. ف ما تقوليش العائلة. ما انا خايف اقول العائلة لان هم بيتفرجوا. فما مش قادر اقول. ف... فانا بعتبر ان هم ضحين. طالما ان هم بيتفرجوا، يبقى انا مش ما ظلمتش حد، وهم مشاركيني في نفس يعني بص، انا بشتغل كتير قوي. انا يعني انا ما عنديش روتين منظم بالساعة. لكن عندي عمل يومي. يعني انا بحب لان انت عارف انا بشتغل قاضي. أها. فالقاضي انا بروح المحكمة اسبوع واحد في الشهر متصل ورا بعض، وثلاث اسابيع من الشهر بكتب القضايا والاحكام بتاعتي في البيت. اهم. يعني شغلي كله من البيت، وطبعا الرواية من البيت. بشتغل في البيت. فالشغل الثلاث اسابيع دول انا اصحى براحتي. لكن من ساعة ما اصحى لمدة 8 ساعات او 7 ساعات متصلة لازم اعمل. وبعد كده اتوقف بقى، ما اشتغلش بالليل. بالليل بقى يعني اتفرج على فيلم، اخرج، العائلة، الاصدقاء، القراية. يعني ما بنام متأخر، فعندي وقت كتير يعني، وما بنامش الظهر. فاليوم بتاعي طويل يعني.
لكن عندي لازم 8 ساعات أو 7 ساعات متصلين كل يوم أشتغل، ما عدا يوم الجمعة ما باشتغلش فيه خالص. إمم. إمم. هل كنت تتوقع الشهرة هذه بعد كتابة أول رواية ثم الروايات التي لاقت نجاح كبير؟ هل كنت تتوقع الشهرة على المستوى العربي والمصري؟ إطلاقًا، ما كنتش أتوقع أي شيء، الحمد لله طبعًا اللي أنا فيه ده نعمة من عند ربنا، لكن أنا ما توقعتش أي حاجة، أنا زي ما قُلت لك أنا كان عندي جرأة الجهل، يعني أنا باخاف النهارده من الرواية التانية لغاية الرواية اللي أنا باكتبها، باخاف جدًا من القارئ وكأني داخل امتحان، كأني داخل امتحان شفوي، بابقى مرعوب وبابقى عايز أعرف ردود أفعال القُرّاء، وطبعًا إحنا مش زي السينما، فإحنا بناخد وقت، يعني القارئ ممكن يشتري الكتاب النهارده ويقراه بعدها بشهر. فانا بقى عارف ان في مبيعات حصلت، مستني عمال ابص كل يوم اشوف حد كتب عن الروايه، حد رايه ايه، يعني ببقى قلقان وعايز اطمن وعايز يعني اشوف انا قدرت اوصل للقارئ ولا لا، حتى لو قال لي راي سلبي، لكن المهم ان حصل تفاعل، ان في حاجه حركته، يعني قرأ واهتم يعني. طبعا في الروايه الاولى زي ما قلت لك هي جرأة الجهل بقى، ان انا نشرت ومش فارقه معايا، انا مش إمم. عارف حاجه، فلو يعني طلعت وحشه ما انا مش هكتب تاني يعني. فأنا ما كنتش متوقع خالص يعني، طبعًا الحمد لله اللي أنا فيه ده نعمة كبيرة، لكن أنا ما كانش عندي التوقع ده، أنا مستمتع بفكرة الهواية، يعني حتة الاحتراف وإن أنا أبقى كاتب محترف أو إن الأكثر مبيعًا أو إنك أنت مشهور أو إلى آخره، أنا بافرح لمّا حد بيقابلني ويسلم عليَّ أو يقول لي أنت فلان أنا قريت لك كذا وواحد ما أعرفوش، إنك توصل لقارئ ما تعرفوش دي أكتر حاجة بتسعدني، بتسعدني جدًا يعني. لكن الروح الهواية هي اللي أنا لسه ماسك فيها، يعني دي اللي باحبها أكتر يعني، اللعبة م نفسها بتاعة الهواية يعني. وكي توصفها لي اللعبة هذه شنيا بالضبط في بعض الجمل؟ اللعبة زي الطفل، يعني أنت الطفل لمّا بيقعد يلعب بألعاب صغيرة، يعمل بيت، يعمل شكل معيّن، يقعد ساعات طويلة منعزل عن العالم، هو مش سامع حتى لو حد بيكلمه، مش سامع الضوضاء اللي حوله، منشغل عن طعامه، منشغل عن دروسه، منشغل عن كل شيء، يعني منسجم في اللعبة، وبعدين بيتخيل إن فيها شخصيات، بيتخيل إنه بيسمع أصوات، وبتلاقي طفل بيتكلم مع اللعب بتاعته. فأنا نفس الشيء، أنا يعني أنا باخلق شخصيات وباحس إن أنا شايفها، أنا لمّا بانام بالليل السقف باحس إن هو عامل زي شاشة السينما، وباحس إمم. إن أنا شايف شخصيات رواياتي بتتحرك، وأحيانًا باصحى من النوم أكون حلمت بجزء من شخصية بتعمل شيء معيّن، مشهد، فباقوم أكتبه، يعني باقوم أكتب نُقط مش أكتب المشهد، يعني أكتب ملاحظة، لإنني لو ما كتبتش هانساها، يعني خلاص لو كمّلت نوم بعد كده مش هتوصل. بافضل طول الوقت متفاعل مع الشخصيات، حاسس إنها حقيقية، يعني بيت القبطية حاسس إن رمسيس حاجب الاستراحة ده أنا عمري ما شُفته في حياتي، ده شخصية من الخيال، لكن حاسس إنه موجود بشكل أنا قابلته في بصوته. الرواية، أنا قابلته آه، رمسيس، أنا عندي وأنا شكل رمسيس في وأنا في في كمان، ذهني. أنا عندي إمم. شكل آخر لرمسيس، يعني لدرجة إن أنا حاسس إن أنا باسمع صوته، وأنا كنت باكتب الرواية، حاسس إن أنا سامع صوته، وحاسس إن دي ردود أفعاله، لمّا باتقمص شخصيته حاسس إن هو ممكن ياخد القرار ده في الوقت ده، وياخد قرار تاني في وقت آخر، إمتى يبقى عنده غدر مع البطلة ويكشف سرها، وإمتى يبقى إنسان ضعيف كل نقط الضعف اللي فيه ظهرت، خلاص بقى الناحية الإنسانية بانت. كل الجبروت اللي كان عنده ده هبط تماما يعني. فانت بتتعايش مع الشخصيات وبتحس انك انت بتخلقها وانك انت ممكن تتحكم في مساراتها، دي عملية ممتعة جدا يعني، هي لعبة لطيفة بصراحة يعني. انما انك تفكر فيها بقى انك هتكتب علشان تاخد جايزة، او هتكتب عشان تبقى الاكثر مبيعا، او هتكتب عشان تبقى مشهور، لا يعني اعتقد هنا القصدية ضد الفن يعني إمم. يعني وبعدين أكيد. السيناريو يحقق لك ده، يعني السيناريو يعمل النوع الفن بتاع السيناريو يعمل ده، يعمل الشهرة ويعمل إنك ترضي غيرك أو إنك تعمل حاجة متفصلة على فنان معين، إنما فن الرواية ده إنساني أوي يعني، صعب يعني يبقى غير كده يعني. أنا الحديث معك ممتع جدًا، عندنا 50 دقيقة نتحدث. أنا ما أنا شعرتش لم دلوقتي. أشعر بالوقت طب وأنا يمُر. أيضا يبقى أنت كمان حديثك ممكن. شكرًا. الله كلّه من يخليك. حُسن أخلاقِك. الله يخليك. أستاذ أشرف عشماوي، كيف تكتب؟ بعض الأسرار، هل الشخصيات يقررون مسار الرواية، أو هناك عمود فقري للرواية وكل الشخصيات
مكتوبة موصوفة من الأول، ثم تبدأ الحبكة. ما هي تقنيات وآليات الكتابة؟ أنا من المدرسة التي تميل إلى أن كل شيء من البداية يكون جاهز. أنا باشوف إن الرواية شبيهة جدًا بعملية الطبخ، يعني عملية اهم، طبخ أو يعني إنضاج الطعام. أنت بتحضّر المقادير كلّها لأكلة معيّنة، فلو أنت بتحضّر لحوم، بتحضّر دجاج، بتحضّر كذا، مش هيطلع المنتج سمك، هيطلع المنتج من أكيد. اللي أنت محضّره ده. طريقة التحضير بس هي اللي بتختلف. أنا لازم أشوف كل حاجة من البداية، ما أقدرش أدخل في رواية وأنا مش عارف آخرها، ما أقدرش أدخل في رواية وأنا مش عارف عدد شخصياتها، ما أقدرش أدخل في رواية وأنا مش متقمّص الشخصية من البداية وعارف هتعمل إيه، الشخصية الأساسية يعني البطل الأساسي. ما أقدرش أدخل في رواية وأنا مش شايف نهايتها. أنا كمان عندي مشكلة ما أعرفش يمكن مش موجودة عند روائيين كتير، يعني بحكم إن أنا بنتكلم مع بعض ومع روائيين كبار يعني. أنا ما باكتبش بالترتيب، أنا ما باعرفش أكتب الفصل الأول وبعدين الفصل التاني وبعدين التالت حتى نهاية، يعني مش زي ما الكتاب بيقرأ. أنا ممكن أكتب النهاية في البداية. أنا في صالة أورفانيلي أنا ما كنت يعني كتبت منصور فقط لوحده، ما كتبتش إمم. الباقيين الأولاني في بيت القبطية كنت باكتب هدى لوحدها كلها على بعضها، من غير نادر، ما اعرفش اكتب بالترتيب، ومع ان بشتغل زي المونتير بتاع السينما، يعني المونتير يقعد يقص المشاهد ويرتب، او زي المخرج يقول دي قبل دي ودي قبل دي. فانا شغلي اقرب للسينما، ان انا يعني اصور من غير ترتيب وبعد كده يتم وضع المشاهد ورا بعض او مح الفصول يعني. محسن النيفر يسأل سؤال: هل تمردت عليك بعض شخصيات رواياتك؟ نعم بيحصل، طبعا بيحصل. يعني في رواية تذكرة وحيدة للقاهرة، أنا بعد سنة وشهرين من الكتابة بطل الرواية عجيبة سر الختم، شعرت والله في وقت من الأوقات إن أنا عايز، يعني أنا كنت بكتب راوي عليم وصوت البطل، فقلت إمم. أنا هكمل راوي عليم وهتخلص من البطل وهيقتل، يعني هقتله وهبقى مرتاح منه وخلاص هو مش موجود، لأنه ابتدى يزعجني، لأني كل ما يعني أنا حطيت خطة وبدأت أكتب وكتبت حتى فصل النهاية ده في البداية. لما جيت اكتب الفصول التانية على ضوء الخطة اللي انا عاملها، لقيت ان هو بيفتح مسارات، يعني في مسارات عمالة تتفتح، ولما بكتب لقيت نفسي متعاطف معاه قوي، لان هو البطل الانتي هيرو، يعني هو مختلف شوية يعني ما هوش البطل الشعبي اللي الناس بتحبه يعني، هو البطل المهزوم طول الوقت. فتعاطفت معاه بزيادة، فلقيت ان هو عمال افتح له مسارات والاقي له حلول والاقي له سكك، فابتدى في الاخر لا انا تعبت، يعني اجهدت جدا، ففكرت ان انا اموته يعني لكن في الاخر بقى لا يعني هو قدرت. انتصر. هو انتصر آه. فبيحصل بتتمرد ممكن. سيما تقول هناك تسريبات حول تحويل أورفانيلي لفيلم، هل هذا صحيح؟ والله اتمنى. هي الروايه بيعت الحقوق بتاعتها لشركه سينرجي اللي هي اكبر شركات الانتاج حاليا في مصر في القاهره، اهم. واتفقوا مع ماجد الكدواني، واتفقوا مع انا مش احنا النهارده بقينا بننسى آسر ياسين الممثل، على اساس يبقى اورفانيلي الاب واورفانيلي الابن. كان الخلاف مين اللي يعمل دور منصور التركي، كانوا عايزين كريم عبد العزيز، بعد كده احمد عز، الاثنين كان عندهم افلام تانية. هو هيتعمل فيلم سينما المفروض، الى الان ما استقروش على حد، على حسب ما بعرف برضو المعلومات من وكيل الادبي يعني انا التسريبات بتجيلي زي قراء برضو، انا مش طرف. و وهل أنتِ تؤمن إنه الرواية يمكن أن تُوظّف بشكل جيد في عمل سينمائي؟ طبعا ممكن، يعني اعتقد يعني هو ميزه يعني العمل ستشارك السينمائي. في إعادة كتابة السيناريو. لا أنا لا أشارك في كتابة السيناريو، أنا مسؤول عن الرواية وتظل الرواية هي ابنتي. يعني لو هو الفيلم نجح فهينسب النجاح لهم للسيناريست، وإذا تم تشويه الرواية في الفيلم، ما هو موقفك؟ ينسب لهم برضو. يعني أنا أول واحد هقول إن هم اللي شوهوه. لا أنا مسؤول عن الكتاب فقط، أنا ماليش دعوة. أنا بس يعني أنا بيبقى ليا شرط وحيد مع لأنه أحمد مراد مراد يكتب بيكتب الرواية أفلام، ويكتب السيناريو. بيكتب الاثنين، انا ما بكتبش سيناريو، انا لا احب كتابه السيناريو، يعني إمم. هذا النوع من الفن لا يليق بي. يعني مش ان هو فن، وفن مهم وفن صعب وعايز حرفيه يعني، لكن هذه الحرفيه مش عندي.
يعني أنا مش واضح. موهوب فيها، يعني أنا حتى مش موهوب في القصة القصيرة يعني، فأنا باكتب الرواية، أنا يعني أنا بالعب اللعبة اللي أنا باحبها. يعني ما عنديش حتة إن أنا أنا أعمل أنا كل حاجة. أحببت كلمة اللعبة، لأنه معناها الفن هواية، مضبوط، جو كبير يعني. إمم، مضبوط، مضبوط. إمم. أنا بس آآ اللي باطلبه دايمًا إن هم يحتفظوا بالاسم، يعني يعملوا الفيلم يبقى اسمه صالة أورفانيلي، ما يغيّروش الاسم يعني. يعني ده الشرط اللي بيتحط في العقود، يعني مع وكيلي الأدبي إن ما يغيّروش الاسم. لكن أنا ما أعرفش، أنا من الناس اللي يعني بتميل أوي للإذاعة، بتميل إن أنا أبقى سامع التمثيلية مثلًا أو الحاجة إمم، إمم. صوت، وأنا أتخيّل، يمكن عشان روائي فباحب الحكاية دي يعني، لكن عارف إن السينما ميزة السينما يعني عشان إجابة دقيقة على سؤالك، السينما ميزتها إنها بتوصل للناس اللي حتى ما بتعرفش تقرا وتكتب. بتوصل للناس اللي ما بتحبش القراية، بتوصل لناس أنت يعني قطاع أو جمهور السينما أعرض بكتير من جمهور الرواية. إحنا عندنا مهما يعني قلنا عندنا قراء هيبقوا 1.5 مليون 2 مليون من 105 مليون، فطبعا رقم قليل، إنما السينما ممكن يشوف الفيلم 10 مليون مشاهد، فطبعا أكيد. فرق. مازال لي بعض دقائق في الحوار. سيما تقول هو سؤال كنت إن شاء الله باش نسأله: ما نوع الروايات التي يقرأها أشرف العشماوي؟ تحدثت عن الكلاسيكي على نجيب محفوظ، طه حسين، توفيق الحكيم وغيره. في الكتاب المعاصرين لمن تقرأ في مصر؟ أقرأ لإبراهيم عبد المجيد، أقرأ للمنسي أنديل، أقرأ لطارق إمام، أقرأ لوحيد الطويلة، أقرأ يوسف لعزت زيدان؟ الطهطاوي، أقرأ ليوسف زيدان، قرأت له حاكم، الرواية الأخيرة حاكم. التي سمعتها إمم. له، نعم. وأصل كمان خلي بالك إن أغلب الأسماء اللي أنا بقولها هم أصدقاء، فأنا لازم إمم. أقرأ، فلأن ريم البسيوني؟ أقرأ لريم البسيوني، قرأت لها أولاد الناس، قرأت لها أولاد رواية واحدة. الناس، ثلاثية المماليك. لكن إمم. مضبوط. إنما يعني أنا أقصد إن يعني أنا في حاجات يعني كمان أنا باقرأ لشباب مش معروف، يعني والسنة دي كنت رئيس اللجنة اللي بتدّي الجايزة بتاعة الرواية في المعرض، فطبعًا قرأت حوالي 70 رواية. إمم. وأغلبها لكُتّاب شباب، فبصراحة انبهرت، لإن الناس مستوى جميل وناس يعني للأسف مش مُسلّط عليها الضوء، فكنت حريص جدًا إن يعني اللجنة تكتب في التوصية للجايزة يعني إن يبقى في قوائم قصيرة، يعني يبقى في مثلًا أهم 3 روايات، قايمة قصيرة أو 5 روايات، علشان الكاتب يحس إن تم تسليط الضوء على عمله، إن هو أكيد. اتشاف، إن هو يعني أنت كويس، يعني يتقال له أنت بيتهيأ لي دي هتفرق معاه في مسيرته يعني، لمّا شاب يبقى عنده 27، 30 سنة وأول رواية له وعمل بينافس كُتّاب كبار، لأ ده يعني لازم نهتم بيه، وعشان ما يحبطش كمان، يعني الإحباط ضد الفن أوي يعني، ضد الإبداع يعني. أكيد. أنا باش نستسمحك في بعض الدقائق الزايدة، لأنه الأسئلة توا يعني جاية بطريقة قوية جدًا. هدى يوسف أبو زيد تقول: رواياتك المترجمة هل تعرّفت منها على القارئ الغربي، وكيف يختلف، ما هو الاختلاف عن القارئ العربي؟ اتعرّفت طبعًا على القارئ الغربي من خلال الروايات، يعني سؤال هدى أبو زيد سؤال جيد. أنا اتعرّفت عليه أولًا من خلال المترجم، لإن المترجم بيتناقش معايا أثناء مرحلة الترجمة للرواية، بيسألني أسئلة كتيرة جدًا، في حاجات بتُقف معاه، في حاجات بيقترح هو اقتراحات يعني لتقديمها بشكل مختلف، فبافهم منه طبعًا العقلية هناك مختلفة إزاي. لمّا عملت كذا حاجة Zoom، يعني كذا حلقات Zoom علشان أقدر أقابل جمهور في إيطاليا، أقابل جمهور في إنجلترا، أقابل جمهور في أمريكا للروايات المترجمة، النقاشات هناك ممتعة جدًا، يعني ما تقلّش تمامًا عن العالم العربي بصراحة، إحنا عندنا طبعًا في العالم العربي ناس تقيلة وقُرّاء نوعيين، وقُرّاء بيسألوا على البُنى وعلى الضماير المستخدمة وعلى رسم الشخصيات، يعني مش بيهتم بالحدوتة. هناك نفس الشيء، يعني هناك نفس الشيء، بس الميزة هناك يعني أو الاختلاف هناك إن لمّا بتبقى ندوة فيها 30 أو 40، ال40 قارئين، اللي مش قارئ واضح. ما بيحضرش، ما بيجيش خالص. وهذا هو الاختلاف. آه. لمن تقرأ في الكتاب الغربيين؟ أنا باميل أوي لأدب أمريكا الجنوبية، إيزابيلا ليندي، طبعًا يعني ماركيز.
ماركيز ما يعني، لكن أنا باتكلم على الحاليين يعني. إمم، إمم. أنا متابع أوي لإيزابيلا لاندي، يعني باحب أنا كنت طبعًا قبل كده يعني مرحلة ما بعد الجامعة كنت باحب الأدب الروسي أوي، يعني الأدب اهم. الروسي قرأت فيه كتير جدًا، لكن أدب أمريكا الجنوبية هو الأقرب ليّا. يعني حاليًا يعني في الأدب الإندونيسي، أنا مش متذكر اسم الكاتب، لكن آخر رواية قريتها اسمها الجمال جُرح، وهي رواية بديعة، 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 بديعة. هو كاتب بيكتب بالإنجليزية، لكن كمان بيترجم، والترجمة بديعة جدًا. يعني المترجم أحمد شافعي، هو مصري، لكن الترجمة رائعة، يعني ترجمة من آآ أديب. لمن قرأ من التونسيين؟ هكا سأل معز نيجا الكاتب. كمال قرأت الرياحي؟ كمال ريحي طبعًا، قرأت له لأن هو صديق يعني، أها. فقرأت. وأنا قرأت لمين تاني؟ ما هو أنا المشكلة بقى في الحاجات اللي بتبقى على الهوا زي البرامج دي، الواحد بيبقى ناسي، ما أعرفش إمم. ليه. لكن قرأت الأدب التونسي، شنو رأيك في الأدب التونسي؟ أدب المغرب العربي كله بيعجبني، يعني أدب المغرب العربي باحس إن هو متفرد. يعني ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، في حاجة متفردة، يعني مختلفة عن بقية أفريقيا. يمكن غرب أفريقيا أو وسط أفريقيا عنده الحتة دي برضو، عنده حتة التفرد. في أجزاء كده من القارات ومن قارة أفريقيا تحديدا، تحس دايما إن في مجموعة دول بتشترك في عناصر محددة، يعني في الرياضة، في الفن، في الكتابة، في حاجات معينة، تحس إن عندهم يعني حاجة مختلفة، لمسة مختلفة. حتى في الكورة، يعني انا كنت بشجع تونس في البطوله في كاس العالم. اللعب المغرب نفس الشيء، وصلت لمراحل كنا في الاخر متقدمة نعتقد أكيد. ان المغرب هتلعب في النهائي، فانت بتحس دايما ان في تفرد، في حته مختلفه في المغرب العربي يعني بصفه عامه. إمم، إمم. هدى شكرًا. إيكا كورنياوان. إيكا شفت كورنياوان اسم جمال لا جرح. يمكن كنا احنا مش عارفين نقراه، ما تخيل بقى. يالّا باش تكون أسئلة سريعة جدًا. ما رأي الأستاذ في الكتابة بالعامية؟ نادية بريك. الكتابه بالعاميه انا ضدها تماما، لكن الحوار بالعاميه انا معه تماما. اهم، واضح. ما هي أهداف أشرف العشماوي الكاتب سامي بكار؟ أنا عندي هدف غريب شوية، إن أنا أبقى موجود في كل بيت بكتاب، يعني أحسن هدف. إمم. الكاتب زياد بوشوشة: لمن تعطي كتاباتك للقراءة قبل النشر؟ وهل هناك أشخاص معينون تثق في آرائهم بصفة خاصة؟ نعم، عندي أشخاص قريبين جدًا ليّا، باثق فيهم، باثق في رأيهم، باخلّيهم يقروا، دايرة صغيرة جدًا ما تزيدش عن 2 أو 3. باثق فيهم جدًا، وباحس إن هي دي العين الودودة اللي ممكن تقول لي الكتابة بتاعتي بتتطور والّا لأ، ده أهم حاجة يعني. وفي تنوُّع، يعني في حاجة هاقدّمها للقارئ جديدة والّا لأ. واضح. إمم. أنا نحب نشكرك برشا على قبولك الدعوة. التواصل كان معاك بطريقة محترفة جدًا، أشكرك. والحقيقة معناها أنا فرحان برشا بالتواضع متاع سيادتك رغم العفو، شهرتك على العفو. أشكرك، مستوى القضاء وعلى مستوى أيضًا الأدب في مصر. يعني أشكرك، بشخصية عامة زادة في مصر، والعديد من الناس يشيدون زادة بأخلاقك العالية أشكرك، حتى أشكرك. اللباقة نتاعك. بارك الله فيك أستاذ أشرف العشماوي. شكرًا. نحب نخلّي لك كلمة الختام. الجمهور التونسي يسمع فيك، في مصريين معانا. نحب نشكر المعداوي. المعداوي قال لي أنتِ أهلاوي، هاني معلومة قُلتها مهمة معناها. أنا أهلاوي وعلي معلول بيلعب في الأهلي، يعني ما يعني ما لازم علي معلول يلعب في الأهلي. نكمّل أكيد. المعلومة يعني ما تبقاش آآ و شوف، يعني أنا لو هاختم بكلمة من غير ما يبقى كلام إنشاء أو كلام اللي هو المنمَّق والمرتب وشكرًا للقُرّاء وإلى آخره، أنا حقيقي نِفْسي أزور تونس، يعني مرحبا بيك. وأنا هاسعى مع الناشر بتاعي إن أنا يعني أروح تونس في مناسبة تتعلق بمعرض الكتاب أو بندوة أو بشيء، لإني فعلًا نِفْسي ألتقي بالقُرّاء في ونِفْسي أزور نِفْسي أزور البلد نَفْسها كمان يعني. إحنا نتشرفوا إنه تجي بحذانا في معرض الكتاب اللي هو قريب إن شاء الله بعد شهر إن رمضان، شاء معرض الله، الكتاب أنا عارف الدولي بتونس. بإذن الله. وعليش ليه معناها نتمنّاو نشوفوا شخصية مهمة في الأدب معاك. شكرًا مروة زادة، شكرًا للناس الكل اللي قاعدين. لقاء ممتاز. سيف الدين عياد: من أين يأتي الكتاب الكبار بهذا اللطف وهذا التواضع؟ يقول سامي العفو، المقدم. العفو. شكرًا لهذا اللقاء الجميل، بانتظارك محبة في تونس. القُرّاء.
شكرا ليك اشرف العشماوي مره اخرى، شكرا للناس الكل اللي تواصلت معنا وخلت لنا الكومنتس هذوما والاسئله الممتازه. نتمنى لكم ليله سعيده. سكوب للناس الكل، بما انه اشرف العشماوي معنا في شهر رمضان، دكتوره ريم البسيوني باش تكون ضيفتي على المباشر يا اشرف العشماوي. دونك كونوا في الموعد ان شاء الله. وفما العديد من الكتاب الاخرين ان شاء الله باش يكونوا في الموعد من العالم العربي والعالم الغربي. تصبح على خير ناس الكل، ليلتكم زينه، وشكرا لكل اصدقائنا اللي تابعونا. مع السلامه.